أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، والحديث في هذه الفقرة عن صناعة البطل الرياضي. هي قصة كبيرة قوي بتبتدي من أول يعني الاهتمام أو اختيار الرياضة المناسبة اللي هو الطفل موهوب فيها، مرورا بقى بتدريبه لساعات طويلة واجتهاده وغيره بقى ومشاركته في بطولات كثيرة ممكن ما يحصلش منها على فكرة على ولا مركز، بس احنا بنتمرن تحت شعار الروح الرياضية. ده اللي انا عايز اتعلمه، ان انا بجتهد علشان اكسب، بس مش شرط اكسب. اجتهادي في حد ذاته بيقوي شخصيتي وبيديني دافع وبيعلمني مهارات كتيرة قوي. خلوني ارحب بضيفي اللي منورني النهارده، كابتن محمود مهدي، مدرب اللياقة البدنية. كابتن محمود اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. قصة طويلة قوي بتبتدي من طفل لسه صغير قوي في السن، 3-4 سنين. بدأنا من ضمن الحاجات الجميلة قوي في مجتمعنا المصري ان احنا بدأ يبقى عندنا الوعي الرياضي. بدأنا نشوف كل الناس بتشترك في نوادي، بتودي ولادها يعني تتمرن من صغرها من 3-4 سنين عشان عرفوا أهمية الرياضة. هم كمان بقوا بيروحوا، والناس كتيرة بقت بتروح الجيم دلوقتي وتتمرن وتهتم بصحتها وتغذيتها. صناعة البطل الرياضي بيبتدي من اختيار الرياضة المناسبة للطفل. ازاي اقدر اختار الرياضه المناسبه لطفلي؟ تمام، احنا هنتكلم عن صناعه البطل الرياضي، هنقولها في نقاط، بعد كده نتكلم عن كل واحد على حده. تمام. احنا عندنا في الاول بنكتشف الموهبه بتاعته. بيكون في تاهيل بدني بيحصل له بعد كده، بعد ما اكتشف موهبته لازم ااهله بدنيا للعبه دي. بيكون في دعم اسري، ده حاجه مهمه جدا، وبيكون في منظومه رياضيه، واخر حاجه بقى التدرج في المنافسات. اكتشاف الموهبه بيكون بشكل مقصود او بشكل غير مقصود. يعني وارد ان هو رايح فعلا للعبه معينه بيحبها، او والده موجهه للعبه معينه بيحبها، بيلعب سباحه مثلا بس هو ما بيحبهاش، بس لقيناه بيلعب في الشارع كده ولا في الشارع ده بشكل غير مقصود بكوره، بس الحريف باين عليه حريف بالظبط، حد شافه بشكل غير مقصود اهو كده عرفنا ان هو ده بطل. او هو بيلعب في مدرسته، معلم التربيه الرياضيه خد باله منه، او بيلعب في النادي صدفه قال له انت شاطر، انت ممكن تلعب جمباز حلو قوي وتلعب كذا. كده هننتقل للمرحله الثانيه اللي هي بقى ايه، هأهله بدنيا. هنتكلم مثلا عن كرة القدم، هنلاقي لعيبة كرة قدم كويسين بس مثلا جسمه هزيل شوية. لو خد كتف في الملعب كده ممكن يقع. كده احنا محتاجين مثلا نعمله تأهيل بدني، زيادة بنية عضلية. برضو بنرجع للنقطة المهمة اللي هي ولي الأمر، اللي هي الدعم الاسري. لازم يكون ولي الامر عنده الثقافه اللي حضرتك اتكلمت عنها، ان انا انزل ابني بقى يلعب رياضه. صناعه البطل غير ان هو بيلعب رياضه في الصيف في الاجازه، احنا بقى هنتدرب صيف وشتاء وفي كل وقت، لازم يبقى عندنا مثلا يومين في الاسبوع ثابتين. لازم ولي الامر يكون عنده الثقافه دي. بدانا الحمد لله نكتشف ان في اولياء امور بدا يعرف ان الرياضه مش هتاثر على المذاكره، مش هتعطلني، بالعكس هي بتنشط الدوره الدمويه. عشان كنا بنشوف المفهوم بتاع زمان ان انا اتمرن 3 شهور الصيف وارجع ابطل السنه كلها ولا كاني عملت حاجه، وارجع تاني 3 شهور الصيف وهكذا. بنحزن جدا كمدربين لما يكون معايا خامه جميله جدا من لاعب واوصل معاه لمرحله معينه في الاخر ينقطع بسبب الدراسه او حاجات زي كده. هي عمرها ما بتاثر على الدراسه، بالعكس احنا الابطال اللي معانا كلهم متفوقين دراسيا الحمد لله. زي ما قلنا بتنشط الدوره الدمويه، سهوله توصيل الدم للمخ، ده بيخلي الطفل تركيزه اعلى، سواء بقى طفل او كبير او مراهق. الاثنين بيخدموا على بعض بالزبط. الدراسه والرياضه والمنظور زي ما سمعنا الجمله القديمه بتاعت زمان، فعلا جمله حقيقيه، العقل السليم في الجسم السليم، يعني دي مش جمله في الكتب بس. بنرجع بقى لحاجه ثالث حاجه، المنظومه الرياضيه. لازم يكون معاه مدرب كويس، مدرب دارس علم نفس رياضي، دارس بشكل اكاديمي، دارس تغذيه رياضيه. النقطه بتاعت علم النفس اللي هي فكره ان هو يتقبل الخساره، اتقبل الاصابه. انا وارد قبل البطوله باسبوع يحصل لي اصابه، خلاص ده قدر الله ما شاء فعل نصيبك. وارد ان انا ابقى متدرب قوي مش مقصر في اي حاجه، كويس قوي واخش ما احققش المركز، ما احققش المركز اللي انا عايزه او ما احققش خالص زي ما حضرتك قلت. وهنا الروح الرياضيه بقى يا كابتن اللي احنا عايزين نقولها، اللي انا بعد كده هستفيد منها قدام بعيدا عن الرياضه بقى في حياتي العمليه. انه لو انا ليا زميل في الشغل عمل مشروع احسن مني او جاب فكره احسن مني، اقول له برافو عليك، اتقبل الموضوع. انا مش زعلان، انا كله في النهايه بيصب في المصلحه العامه. السلام النفسي جواه والروح الرياضيه بتخليه يتقبل ان هو يكون في حد افضل منه، والمره الجايه هكون انا الافضل، مفيش اي مشكله. صحيح، وانا هتخليني طول الوقت عمال اجتهد علشان اكون الافضل في يوم من الايام. بالظبط، يسعى لتحقيق الهدف. حتى لو حقق بطوله بيسعى للاعلى منها، لو حقق بطوله منطقه بيسعى للاقليمي، بيسعى للجمهوريه بعد كده. يعني بالزبط. طول ما هو ناجح وعنده هدف مش بيخلص احلام. يعني في شخص ممكن يكون موهوب اكتر مني، وممكن يكون مهاراته اكتر من مهاراتي، ممكن يكون بيتدرب ومهتم بتدريبه اكتر مني. فانا لازم اقدر ده ولازم افهم دوت. وقد اصل في وقت من الاوقات ان فعلا اشعر ان مش دي الرياضه بتاعتي، انا اخترت غلط.
زي ما اكون انا مثلا والدي اللي دافعني ان انا العب رياضه معينه بالظبط. اصر ان انا هلعب دي، مش هحقق البطوله والده اللي كان في عنده دماغك. هدف معين ما حققوش في نفسه، بيحاول يحققه في ابنه او حاجه زي كده. بالظبط، انا كان نفسي ابقى لعيب كوره جامد جدا، ما بقتش، فهخلي ابني كده. بالظبط. بس ابني ممكن يبقى سباح شاطر، مش حتى لعيب لو كوره موفر له شاطر. كل الامكانيات وموفر ممكن له يبقى مدرب كويس، هو الموهبه مش موجوده. بالظبط بالظبط. طيب النصائح اللي تحب تقولها لاولياء الامور ايه؟ خلينا نبتدي باولياء الامور الاول، عشان انا بشوفهم بصراحه حاجه مهمه قوي. ان يبقى عندنا ثقافه، وهي بدات تنتشر فعلا بس عايزينها تعم على الجميع. ثقافه ان الرياضه مش بتاثر على الدراسه، الرياضه مش نادي صيفي بس، الرياضه طول السنه. علشان تخلي ابنك عنده لياقه بدنيه، تخليه اشطر في المذاكره بتاعته، لازم يمارس رياضه، بدل ما يقعد على الموبايل يلعب جيمز او كده. الساعه اللي هيقعدها بريك او الساعتين اللي هيقعدهم بريك في اليوم اثناء الدراسه، لا، ينزل ملعب، ينزل نادي، حتى لو مش هيلعب رياضه خالص ينزل يتمشى على الكورنيش، كده هنشط الدوره الدمويه بتاعته. انا الحقيقه عايز احيي كمان اولياء الامور، مش اللي هم بقى عندهم وعي بالرياضه وبيودوا ولادهم التدريب وبيشتركوا لهم في نوادي او مراكز شباب عشان يروحوا، لا، ده انا عايز احيي اولياء الامور اللي بدانا نشوفهم اليومين دول في لفته جميله قوي منهم لتشجيع ابنائهم، انهم يروحوا يضربوا معاهم، يروحوا يضربوا معاهم كاراتيه، يبقى مع ابنه في الفريق، هو بسنه ده وابنه طفل صغير واقف جنبه بيتمرن معاه، بيشجعه. احيانا الاب والام حتى لو صغير ومش هيتمرن، شايف بابا لابس الترنج وبيتمرن وفرحان بيه، منتظر اللحظه اللي يكبر فيها عشان يعمل زيه. بالظبط بالظبط. بديله انه انا مش بقول لك اعمل حاجه وخلاص، انا رجلي قبل رجلك في التمرين يعني. فالحقيقه كل التحيه والتقدير، لانه طبعا الوعي الرياضي مهم جدا جدا جدا. ما ينفعش بس يبقى التركيز كله على الدراسه والامتحانات، وان انا على فكره ممكن يبقى دكتور شاطر جدا جدا وفي نفس الوقت مثلا نجم في رياضه معينه. ايوه، عندنا نماذج كتير كده، تنس طاوله يعني تنس العادي، زي ما قلنا عشان نرفع المستوى الدراسي لازم يمارس رياضه. طيب قول لي بقى، المفروض لو احنا يعني بعيدا بقى عن ان احنا شفنا الطفل عنده مهاره معينه، ليونه جامده فعارفين ان ده هنوجهه فين، تمام، او حرفنه في الترقيص والبتاع وتنطيط الكوره، او في السباحه، انا لو عايز اختار لابني الرياضه المناسبه او لبنتي، ايه اللي المفروض اعمله عشان اعرف ان انا بختار لهم الحاجه الصح اللي هم بيحبوها وموهوبين فيها، مش اللي انا فارضها عليهم؟ طيب اولا اشوف رغبته هو الاول. اكيد كل طفل بقى واعي وهيمارس رياضه عنده رغبه معينه في لعبه معينه. هنساله عن اللعبه دي وهنتحرك نختبر له فيها الاختبارات، شفناه موفق فيها اوكي، مش موفق يبقى هو كانت رغبه داخليه لكن هو مش موفق فيها. عندنا مركز الشباب والنوادي في الصيف بتعمل اختبارات عامه للالعاب بتاعتها، يقدر يشارك في كذا اختبار، واللعبه اللي يوفق فيها ما بين بقى المقاس والطول، عرض الصدر، المهاره بتاعت اللعبه نفسها، يعني مش بتبقى المهاره فقط، بيبقى كان مواصفات جسديه وبدنيه للعبه دي، يقدر يختبر في اكتر من لعبه، واللعبه اللي هو شايف نفسه فيها او المدرب طبعا اللي واقف او لجنه التحكيم واقفه هتقول له انت هتبقى في اللعبه دي، هيشارك فيها وهيكمل. طيب احيانا بتتعارض الموهبه مع حب الشيء، يعني في شخص مثلا مش موهوب في كره القدم بس بيحب كره القدم جدا، عايز يلعب كره قدم، هيبقى هاوي بقى، هيمارسها دور انا بشوف ان ده دور المدرب، انه لازم يكون صريح مع الاب والام من الاول طبعا يعني. ايوه، خلي بالكم هو انا همرنه وهيبقى كويس، بس ما تنتظروش منه ان ده هيبقى بطل او نجم او بتاع، مش مرحله بطوله، هيمارسها بس لمجرد يشبع الرغبه بتاعته. صحيح، ده حقيقي مظبوط. فلازم اسمع للمدرب اكيد طبعا، عشان في بعض اولياء الامور يقول لك لا المدرب مش عايز، لا هو ده الاشراف المهني، المدرب هو شكل الاشراف المهني في اللعبه دي. اصل عمر ما المدرب هيلاقي ولد خامه كويسه هيسيبها يقول لك لا ده ما ينفعش، لا بالعكس، احنا الحاجات دي يعني بنخطفها بالظبط. طيب الرياضه خلينا نقول انها سلعه مكلفه اكيد، فالاستثمار في البطل الرياضي دي بقى حاجه عايزين نقولها للاب والام قبل ما نقولها للرعاه اللي هي الامكانيات اللي بيرعوا. هي طبعا هي محتاجه صرف طبعا، فمحتاجه ان الاب والام يعملوا حسابهم في ده، تفرق جدا، محتاجه رعايه طبيه، محتاجه سفر، محتاجه تغذيه رياضيه، برامج غذائيه، منظومه رياضيه بتخدم على اللاعب ده. صحيح. ولكن لكل قاعده شواذ، اللي قلتها لحضرتك دي القاعده ان هي محتاجه صرف زي ما حضرتك قلت، ولكن لكل قاعده شواذ. احنا عندنا ابطال مصريين وحققوا بطولات عالميه كمان، بيظهروا اعلاميا وبيحكوا قصتهم ان هم بداوا بامكانيات بسيطه، وفي بدائل حتى في التغذيه الرياضيه، في بدائل اطعمه، حتى في الادوات المستخدمه في بدائل. فمش معنى ان مفيش امكانيات ان هو مش ممكن يبقى بطل، في احتمال ان هو يبقى بطل بدون امكانيات عاليه، لكن طبعا القاعده زي ما قلنا لازم يكون في صرف، في امكانيات، في رعايه طبيه، في ادوات. الاتحادات كمان الرياضيه بعيدا بقى عن بره كره القدم، باقي الاتحادات الرياضيه لباقي الرياضات الاخرى
يعني التمويل المادي مش احسن امكانياتها حاجه، امكانياتها مش الامكانيات أعلى حاجة. متواضعه ومحدوده، وبالتالي في جزء اللي هو الدعم الاسري، في جزء بالظبط. على الاهل في عبء كبير اللاعب على او الدعم اللاعب الأسري. نفسه لو اللاعب كبير. لانه في الاول وفي الاخر انا عايز اوصل بابني لمرحله معينه، يا اما هيكون بطل رياضي جامد جدا وبحقق بطولات وله اسمه، او انا بحسن من شخصيه ابني وبهذبه وبهتم بصحته بتاع كل ده مش ببلاش يعني. دي فكره اللي انا كنت بقول لك على الاستثمار في اللاعب الرياضي. طبعا انا مش بستثمر بس عشان يبقى بطل. قول لي بقى مزايا اللاعب الرياضي دوت اللي انت بتشوفها بقى من لما يكون طفل صغير كده بيتمرن، لما بيكبر شكل شخصيته بتبقى عامله ازاي، ثقته في نفسه بتبقى عامله ازاي؟ عنده ثقه حتى وهو من بدايه بقى سن 7 و8 و9 و10 سنين، هو هتلاقيه مع اقرانه في الفصل عنده قيادي، عنده ثقه في نفسه، شكله البدني من الهيئه الخارجيه، عرض صدره وطوله، الكتله العضليه بتاعته، هو بنفسه بيحس اختلاف في الملعب. لما بينزل كده حصه تربيه رياضيه زيه زي اي من الطلاب بيكون مختلف، بيكون مميز، معلم التربيه الرياضيه بياخد باله منه ان ده انت مش عادي، انت صحيح. بتتدرب. كل ده بيفرق معاه في الثقه. طيب ايه بتشوفها اصعب الحاجات في صناعه البطل الرياضي؟ اصعب الحاجات الدعم الاسري والدعم النفسي. الاسري والنفسي. ان ولي الامر يكون موافق ان انت تستمر في الرياضه، ودي الثقافه اللي عايزين ننشرها. ما نقطعش بقى وقت الدراسه الحاجات دي حاجات مهمه جدا. والدعم النفسي، الدعم النفسي في جزء منه برضو على الاسره، في جزء على المدرب. عندنا دايما البطل مضغوط نفسيا، لو ثبت الروتين التدريب ثابت، ودي حاجه من المدرب هيعمل له ضغط نفسي. لو حصلت اصابه او خساره في بطوله سابقه بتعمل له مشاكل نفسيه. عايزين نقول الدايت اللي احيانا بيخضع عليه اللاعب الرياضي السكر بيعمل له طبعا مشاكل نفسيه. ده في اعراض انسحاب للسكر والملح من الجسم لو هو عامل دايت او بينشف، عامل تنشيف عضلي او حاجات زي كده. عندنا حاجه كمان الحاله المزاجيه مش في احسن حالاتها، وكمان لو في بقى ستريس محطوط من اللاعب من المدرب اللي عليه ومن الاب والام، ولا وانت لازم تخش تجيب لي اول وتحقق مركز. حدين بقى بيبقى من الاسره ومن الاقارب ومن الاهل ان هو معلقين امال عليه ان انت هتجيب البطوله دي. دي احيانا بتحفزه واحيانا بتبقى ضغطه نفسيا جدا. صحيح. زي ما بيحصل حتى في الدراسه، لو انت مثلا الاهل كلها عامله ان انت هتجيب مجموع معين، ده ساعات بيعمل ضغط على دي الحاجات اللي هو ممكن يتعرض ليها البطل. كده بتحصل يا كابتن في البطولات، ولاد شاطره جدا جدا جدا، بس تيجي مثلا في البطوله في البطوله قبل ما الحكم مثلا يصفر عشان ينزلوا في ينزل يحصل لخبطه وهو متدرب على بوظ البطوله، وبقى له كام شهر بيجهز. احنا تعرضنا لحاجات زي كده، احنا صحيح. انا حصل معايا موقف زي كده في بطوله العاب قوه. لاعب ممتاز ومتدرب كويس جدا وجاله شد عضلي مفاجئ. اتكرر مع نفس اللاعب ده تاني في بطوله تاني كويس جدا، ده بيبقى نفسي. طبعا الحاله النفسيه بتاثر على الفسيولوجي بتاعته، بيحصل له شد عضلي او كرامبس في معدته تخليه مش قادر يلعب، او وبيكون حقيقي يعني بيكون مش وهمي فعلا. بيحصل شد عضلي او بيحصل الم في المعده او بيحصل حاجات زي كده، كل ده ضغط نفسي رغم ان هو ممتاز جدا وشاطر. انا بقى دور الكابتن، دور المدرب ان هو مأهله نفسيا. عشان كده بنقول زمان كان بيبقى مدرب لوحده لعلم النفس الرياضي واخصائي تغذيه لوحده. حاليا المدربين الاكاديميين بيبقى هو بتاع الفتنس، هو الكارديو، هو التغذيه الرياضيه، الدعم النفسي، كل حاجه بتبقى في مدرب واحد. صحيح. وخصوصا في رياضات معينه ما ينفعش فيها غير هو لازم المدرب بالظبط. عشان يبقى جهه واحده هي اللي بالظبط تتحكم في الشكل التمريني الملاكمه مثلا. لا لازم الكابتن ده هو بيعمل لك كل حاجه، ده بيبقى الاب الروحي بتاعه، الاب الروحي يعني مش مجرد مدرب، ده اخوك كبير. طيب الدعم ثم الدعم ثم الدعم، زي ما انت اكدت ان الدعم من الاهل، الدعم من الكابتن، الاحتواء بقى اللاعب الرياضي. اللاعب الرياضي او البطل الرياضي خصوصا لما يكون موهوب وخامه حلوه وعملنا له كذا اختبار في بطولات وشايفين ان الولد ده هيكون له مستقبل. طبعا مش لازم يخش يجيب من اول بطوله ولا ثاني بطوله ولا ثالث بطوله، بس هو باين ومهاراته باينه ان الولد ده نجم مستقبلي بالظبط، محتاج شويه اهتمام بيبان من صغره ورعايه. احتواء هذا اللاعب بقى مطلوب ايه من الاب ومن الام علشان يحتووا هذا البطل الرياضي، ومطلوب ايه من الكابتن؟ نصيحه ليك برضو كل يعني الكباتن اللي مشرفين على ابطال رياضيين، تقول لهم ايه؟ التشجيع الاول من الاهل، لازم التشجيع ضروري جدا عشان يقدر يوصل للهدف بتاعه. اسمح لي اضيف حاجه بس، انه دايما لازم الاهل يقولوا احنا مش منتظرين منك
يعني المركز، احنا عايزينك بس تشارك. الحته دي شيء مهم قوي ده زي اللي بتفرق احنا جدا بنقوله مع بالظبط. الولد. يعني اللاعبين اللي معانا يسمعونا دلوقتي، احنا بنقول كده بالظبط. حتى في البطولات الجماعيه انا مش هزعل لو خسرنا، مش هزعل لو ما عملت جبناش العيب بتوفيق ربنا بقى اهم اللي حاجه جاي. نشارك ونلعب كويسين جدا، ما بقاش بالظبط. قصرت في حاجه. هزعل بقى لو احنا قصرنا. اول تاني تالت ده بتاع ربنا، توفيق بقى ربنا، تتوفق او لا توفق، فرص بقى عملت اللي حسب عليك. الخصم اللي قدامك. انت بتبقى طالع البطوله الفرديه بالاخص مش عارف الخصم اللي قدامك شكله ازاي، غير يمكن البطولات الجماعيه انت عارف انك هتلاعب فريق كذا او نادي كذا. لكن احنا بنطلع بطولات فرديه مش عارفين اللعيبه اللي جايه بتمثل النوادي بتاعتها او المحافظات بتاعتها شكلها ازاي. بس انا بستفيد من الاحتكاكات دي. طبعا يعني الاحتكاك ده مهم، ان بشوف ايه ده عمل حركه انا ما اعرفهاش، ده متفوق، ده جسمه فيه مرونه عاليه. ده قبل ما يشاركوا في بطوله بناخدهم اصلا قبلها مثلا بسنه، قبل ما يوصلوا لمرحله المشاركه بيحضر البطوله، بس بيتفرج على الزملاء بتوع الكبار وهم بيشاركوا عشان ياخد بحس البطوله وبحس المنافسه يتعود يعيش الاجواء نفسها. طيب فنصيحتك للاب والام انه التشجيع والدعم والمسانده الكامله ورا ابنه، يكون مؤمن بيه، هو اول واحد يكون مؤمن بموهبه ابنه، لازم ولي الامر طبعا. طيب بالنسبه بقى للمدربين تقول لهم ايه؟ المدربين زي ما قلنا ما نثبتش روتين التدريب عشان ما يحصلش ضغط على اللاعب، لازم يكون عندي وملل ايضا. بالظبط. هو لو حس ان انا روتين تدريب ثابت لازم اغير روتين التدريب عشان هو حتى جاي التدريب العادي قبل اعداد البطوله ما يبقاش زهقان. راعي الاصابات جدا، لازم يكون في احماءات كويسه، اطالات كويسه. لا قدر الله برضه لو حصل اصابه لازم نعمل تشخيص سريع ونعمل اعاده تاهيل، ما نستعجلش على اللاعب بتاعنا انه ينزل الملعب بسرعه عشان ما يحصلش انتكاسه تاني، ياخد حقه في الرعايه الطبيه عشان يقدر يقوم احسن من الاول. اعتقد انه يعني هذه النقاط غاية في الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الإصابة الرياضية، لأنه الإصابة الرياضية ليست نهاية البطل الرياضي وليست نهاية الرياضة في حياة الإنسان. مفيش لاعب ما بيتصابش بالمناسبة. هي جزء من محترف ضريبة الرياضة، إنه لازم بتحصل إصابات. ليه أسباب الإصابات؟ لأن الإنسان بيحاول في بعض الأحيان الكتيرة إنه يضغط على نفسه جامد قوي في التمرين علشان يحقق احسن وافضل. بالظبط. فدايما بتحصل اصابات الرياضيه حقيقي. الاصابه الرياضيه مش يعني قول لي بقى عن الاصابه الرياضيه مش نهايه لا خالص، الكارير الرياضي، في احماءات او في اطالات او سواء تمرين خاطئ او حاجه زي كده او عمل استريس زياده. لو نتكلم عن الجيم، لو شال وزن اعلى من الاوزان اللي هو بيشيلها ما طلعش بشكل تدريجي، وكل ده ممكن يعمل اصابات. الراحه مش هيخسر تاريخه الرياضي بعد ما يرجع. لا. اعاده تاهيل بعد الراحه، هيرجع بعد شويه وقت احسن من الاول. بالظبط، هيرجع هيستعيد مستواه في شهور بسيطه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، انت نورتني النهارده وسعدت جدا بلقائي مع حضرتك والمعلومات اللي قلتها لنا حوالين ان احنا ازاي نصنع بطل رياضي بجد. الهدف من وراه هو الصحه العامه من ناحيه، الشخصيه من الناحيه الثانيه، وثالثا ان انا ابقى متعلم يعني ايه روح رياضيه ومتفهم لده كويس قوي. فكابتن محمود مهدي مدرب اللياقه البدنيه، شكرا على وجودك. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك يا فندم. شكرا لكل الساده المشاهدين اللي تابعوا حلقتنا النهارده. يا رب الحلقه تكون نالت اعجاب وقبول حضراتكم. ان شاء الله بكره فريق عمل جديد وموضوعات جديده هيناقشها معاكم فريق عمل في نهارك سعيد. بشكركم مره اخرى على حسن متابعتكم، ودائما بنشوف حضراتكم على خير. شكرا لكم.